السلام عليكم. اهلا بيكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. ان شاء الله هنعمل مع بعض مكمورة الفراخ بالخضار. اكلة تحفة وبطريقة بسيطة جدا. تحفة في العزومات. حاجة فعلا تبقى تشرف. ده غير ان طعم العجينة اللي على الوش اللي انا بقطعه ده يجنن. طعمه يجنن فعلا. ده غير قلب بقى الحاجة دي اللي من جوه دي ما اقولكوش على الطعم ولا الريحة. حاجة ولا في الخيال. دايبة دوب والفراخ مستوية. وحاجة كده ان شاء الله تشرفك لو في عزومة. نقول مع بعض بسم الله ونشوف الطريقة. انا معايا تقريبا 3 كوبايات دقيق. ودي كوباية مية. وفي شوية لبن وذرة ملح. حاجة كده زي عجينة الفطير بس انا حطيت لها شوية لبن. وادي ذرة الملح معانا وهعجنهم. عجينة تبقى عاملة زي عجينة الفطير. قلبت فيها كويس قوي. انا بعد كده نزلتها على الرخامة عشان تبقى ناعمة معايا وتلم معايا وتبقى الملمس ناعم وطري زي ما انتوا شايفين. هسيبها ترتاح ونعمل مع بعض الاكلة الجميلة بتاعتنا. 5 بصلات عليهم قرنين فلفل. وهنزل عليهم ببهارات فراخ. فلفل اسود. كمون. 7 بهارات. وشوية ملح. بس كده. هضربهم ضرب خشن. انا مش عايزة البصل يبقى ناعم. انا عايزاه خشن. تمام. هنزل بمعلقة سمنة في صينية وهنزل بخليط البصل بالفلفل بتاعنا بالبهارات. اديهم تشويحة بسيطة. وهنزل عليهم برضو بمعلقة توم. برضو اشوحهم مع بعض لحد ما ريحتهم تطلع. طبعا ما يتحمروش. يا دوبك يتبلوا حاجة بسيطة. ودي فرختين معانا انا مقطعاهم قطع صغيرة. هقلبهم في خليط البصل بالفلفل على النار. ياخدوا من تتبيلة البصل لحد ما الفراخ تتشمع وتاخد صدمة ولونها يغير زي ما انتوا شايفين. ودي جزرايه هقطعها لان احنا قايلين هيبقى الطاجن فيه خضار. الجزر احنا عارفين انه بيبقى قاسي شويه وبياخد سوا فحطيته كده من قبل ما الفراخ تستوي شويه. تمام. وبعد ما تبتدي خلاص دخلت على سوا هنزل ببقيه الخضار بتاعنا. بس بعد ما اقلب الفراخ برضو بتاعتنا شويه بس احط لها عشان خاطر طعمها يبقى احلى 3 فصوص حبهان ورقتين لورا. وهنزل ببقيه الخضار كوسه وبطاطس. اقلبها في خليط الفراخ بتاعنا ده الجميل اللي ريحته ما شاء الله. ومعايا طماطمايه برضو هقطعها مكعبات. اكله في منتهى السهوله ما فيهاش اي حاجه. بس الطعم في الاخر مفاجاه يعني. تحفه. هقلب الطماطم مع الخضار مع الفراخ لحد ما تدخل تقريبا في 95% سوا. وهجيب العجينه بتاعتنا بعد ما ارتاحت. هفردها على رخامه نضيفه طبعا متبدره بشويه دقيق. وهجيب النشابة بتاعتنا افردها زي الرقاق. يبقى السمك بتاعها رفيع ومش تخين. يعني لا تخين قوي ولا رفيع قوي. هي كده زي ما اتفردت معانا زي الرقاق زي ما انتوا شايفين كده اتخن من الفطيرة شوية. ودي صينية الفراخ بتاعتنا بعد ما تقريبا دخلت في السوا. فيها شوية صوص كده هنستناه ينشف شوية. اهو المية بتاعتها نشفت شوية. والخضار تقريبا استوى والفراخ تقريبا استوى بنسبة كبيرة. فاضل لها بس انها تدخل الفرن كمان 10 دقايق ربع ساعة. ومعانا الطاجن بتاعنا دهنته شوية سمنة بالفرشة بتاعتنا. وهفرد العجينة اريحها في قلب الطاجن زي ما انتوا شايفين. واقطع اي زوايد من العجينة طبعا زي ما انتوا شايفين اهو.
وهنزل بالفراخ والخضار بتاعنا جوه الطاجن اللي فردنا فيه العجينة، وهكون فردة بقية العجينة عشان اقفل على الوش زي اكنها غطا حلة، واتك على طرفها بشوكة عشان تلزق على الطبقة اللي من تحت، واشيل اي زوايد بالسكينة عشان ما تتحرقش في الفرن. زي ما انتوا شايفين كده الطاجن بتاعنا جاهز. هدهن وشه بشوية سمنة وارش على وشه شوية سمسم وحبة البركة. شوية سمسم، شوية حبة البركة، وهدخل بيها على الفرن على الشواية من فوق. انا مش مشغلة الشواية بس رفعتها على الشبكة من فوق، ودي في نص السوا بتاعها. خليها تفضل تستوي شوية كمان تاخد وش، ودي بعد ما خدت وش معانا والريحة الله اكبر تحفة. صلوا على النبي. طبعا ممكن تتاكل بعيش وبالعيش اللي على الوش الجميل ده، بس احنا عملنا جنبها صينية رز معمر عشان الاولاد. ويا رب تكون طريقة بسيطة وعجبتكم. بجد بجد طعمها جنان، مش هتندموا لو جربتوها. وألف هنا وشفا.